نعم، إذا إنه 2 فبراير يوم لن ينساه الأردنيون، والأردن اليوم لن تنام قاطبة. الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، ألف مبروك. تبسم. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. كانت مقابلة صحيح صعبة، يعني في هذا المستوى، يعني من التباري ربع النهائي هذه دائما المقابلات كتكون صعبة، لكن الحمد لله أنه عرفنا متى نتحمل يعني الضغط ديال الفريق الخصم، خاصة في الدقائق الأخيرة بعد ما جبنا الهدف. حاولنا منذ بداية المباراة أننا نسجلوا، مع الأسف لم تكن هناك يعني الفعالية الهجومية، لأنه خلقنا لنفسنا أظن 3-4 فرص كانت حقيقية المفروض نسجلوا منها، لكن الأهم في هذه المقابلات هو أنك تسجل وتحافظ على الهدف، وأنك تضمن لنفسك يعني مكان في دور النصف النهائي. متى شعرت بالخوف؟ آخر دقائق كانت مرات صعبة، يعني يمكن آخر 10 دقائق مع الوقت بدل الضايع تنظر كانت صعبه علينا. طبعا التركيز يمكن الكل بدا كيفكر يعني في التاهل، وبالتالي يمكن نقص عندنا التركيز شي شويه على المقابله وعلى المهمه اللي المفروض كل واحد يعملها، لا فرديا ولا جماعيا. لكن الحمد لله هذه هي هذو هما تطورات يعني الكره، يعني الانسان البني ادم، اللاعب بني ادم عنده احاسيس. طبعا ما يمكنش يعني نطلعوا لهم من مخه على انه ما يفكرش في نهايه في صفاره الحكم، ولكن ان شاء الله هذه امور كنتعلموا منها، وتنظن انه الاستماتة الاخيره كانت جيده وممتازه. الف مبروك. شكرا لك. اذا الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الاردني، عوده اليكم من جديد.